السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم؟ كي داير مع صحة مزيان؟ اليوم عندكم فلوق على الحسيمة وبالاخص على قلعة تاع طوريس. يعني قلعة رائعة والبحر ديالها اروع والمناظر ديالها خلابة. هذا هو الشاطئ تاع طوريس. يعني مشينا حنا صباح بكري بغينا نشوفوا شواطئ اخرى. الناس مازالين جامعين هنا تقريبا شي 10 الصباح. يعني المنظر رائع والبحر غزال والمواج يعني داكشي غزال غزال. يعني واخا نعيا ما نشكر لكم ماشي بحال تشوفوه هنا الطريق اللي غتديك للطوريس اللي طلع القلعه. يعني الطريق كاينه طريق موجوده اللي بغى يطلع يعني ممكن. هذه القلعه هذه واحد المنظر غزال. هنا غادي نمشي واحد شويه في لابيست. يعني الطريق معبده يعني داروا فيها الاصلاحات زعما. يعني ما شاء الله عليها. هذا البحر من الجهه الاخرى. هذاك اللي شفنا في الاول على الجهه اليمنى هذا الجهه اليسرى على القلعه. هنا طالعين. يعني حاولت ما امكن نصور لكم جميع الجهات وجميع المناطق وجميع الزوايا. هنا طالعين. هنا دايرين واحد اللوحه يعني نبذه على قلعة تاع طوريس. يعني جميع المساحة الأشكال الهندسية شنو فيها شنو كان على اليمين على اليسار. امتداد المحيط ديال قلعة طوريس. يعني كل شيء دايرون هنا في هذه البطاقة هذه. هنا راح مازال طالعين. هنا دايرين دخلة. هنا كاتبين الباب الرئيسي للقلعة. كتبقى طالع. هنا واحد الجهة واحد المنظر رائع. نخليكم مع الصور شارحه راسها براسها. يعني واخا نعيا من نوصف لكم ما يكونش بحال داكشي اللي كتشوفوا. يعني منظر ولا اروع. خليكم تمتعوا بهاد المناظر. هنا الباب الرئيسي تاع القلعه. واحد المنظر رائع والمدينه واحد المنظر فيها روعه وتجهيزات بالملاعب بلعب الاطفال بكل شيء. يعني الصراحه مهلين فيها بزاف. هنا المدخل الرئيسي ديال القلعه. من هنا ندخلوا. يعني حاولت ما امكن نصوركم جميع النواحي يعني بالتفصيل الممل. يعني واخا بشي مرات كانوا كيديروا نجي بناتي كنصورهم ولكن حاولت ما امكن. هنايا فين كانوا كيديروا الاقلاع تاع المدافع وداك الشيء. هنايا جهه اخرى مقابله للبحر. ثاني هاد الجهه هادي. هنا كاين واحد الدروج. كان واحد القبه زوينه فيها جوج نوافذ. كل نافذه كتطلع على بحر. انا نصور لكم هاد النافذه الجهه اليمين. واحد المنظر روعه. هنا من المكان اللي كنطلق المدافع. هنا واحد الباب نافذه كتطلع على البحر اللي صورت لكم قبيله. منظر روعه. وعاد داير له الترميم جي غزال. هذا من النافذه الجهه على الشمال. يعني واحد البحر واحد المنظر واحد الصفاء. يعني قلت لكم واخا نعيا ما نشرح لكم ونعيا ما نوصف لكم ما نوصلش داكشي اللي شفت بعينيا. يعني بصراحه خص واحد لازم يمشي يشوفها. يعني الناس بزاف شكروها لي والناس بزاف صراحه حماقوا عليها وهكاك ماشي بحال اللي كتشوفها بعينيك. نحاول ما يمكن نصوركم جميع الجوانب. هنا فاش كنت واقفه في السلم في الدروج. هي الزوايا الاربعه ديالها. يعني منطقه هادئه والناس ديالها خلوقين ومنظمين واحد النظام يعني روعه. هنا واحد الجهه اخرى. هنا ثاني واحد الزاويه حتى اخرى صورت لكم القلعه. يعني صورتها من 4 زوايا. هنا فاش خرجت من القلعه مشينا واحد الجهه واحده اخرى ثاني كتطلع على البحر. جاي بحال شكل لاكوت الساحل. يعني الساحل ديال القلعه. حتى اللي بغى يدوز الباب الرئيسي ولكن من جهه الساحل. يعني منظر خلاب بمعنى الكلمه.
تانا الدرج كيدور كيمشي على الجهه المقابله تاع القلعه، يعني جهه البحر، ولكن سادينو يعني ممنوع على الناس يدوزو منه. هنايا القلعه، هنا القنت اللي مقابل مع البحر. صورتكم بشويه، يعني بصراحه دايرين اصلاحات وترميمات، منظر روعه. هنا فاش كنا هابطين هنا داك الشرح ديالهم، البلاصه اللي كي دايره الترميم التجزيء ديالها، كيفاش كان كيخدموا هنايا، يعني داكشي منظم، يعني كما كيقولوا متق. صافي بقينا هابطين، يعني هبطه تاني. ثاني هنا دايرين داكشي نتاع الاصلاحات اللي دار في قلعه طريس، يعني بطاقه فيها كلشي معلومات. هنا غادي نمشي نشوفكم تشوفوا معايا الجهه على اليمين ديال القلعه، يعني جهه البحر، يعني هي البحر جاي على الجهه اليمين وجهه اليسار. ثاني بقينا هابطين مع الدروج، يعني شويه الهبطه، ولكن الدروج مقادين، يعني الدنيا خاويه. مشينا حنا في العطله تاع شهر 5، يعني كانت الناس مازال ما كانش سياحه، يعني حنا الوحيدين اللي كاينين تما. ولكن المنظر روعه روعه، يعني عيا ما نشكركم ما نوفيش حقها. صافي هنا بعد الصور درت لكم هنا بعض الصور اللي خديتهم من القلعه، يعني منظر خلاب، وكنصحكم بالزياره ديالها، يعني كيف ماليها وناسها وداكشي كلشي منظم، كلشي محترم، كلشي موقر، والنظافه ما نقولكمش. نتمنى ان شاء الله نتوما تزوروها، يكتب لكم نتوما تزوروا ديك البلاصه. فرجه ممتعه. الى فيديو قادم ان شاء الله. مازال ان شاء الله عندي قلعه تاع باديس كالا إليس، ان شاء الله غادي نحط لكم فيديوهات قادمه ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات والتعاليق الجميله، وقولوا لي واش عجبكم هذا الفلوق اللي درت، واش نكمل في هذا الطريق ولا صافي بركه عليا ما خلينا غير في الخياطه في الطياب. الى فيديو قادم ان شاء الله، وفرجه ممتعه.